تخيل تصحى في يوم عادي، الدنيا ماشية طبيعي، البورصة شغالة، الناس بتستثمر والكل بيدور على الربح اللي يضرب. وفجأة تكتشف إن في راجل واحد بس لعب بالعالم كله وخلى أكبر عقليات المال قاعدين قدام شاشاتهم مش فاهمين. إزاي؟ إزاي واحد قدر يسرق 65 مليار دولار؟ الرقم اللي حتى البنوك نفسها كانت بتتخض وهي بتكتبه. والموضوع مش فيلم، الموضوع حصل بجد. والراجل ده اسمه برنارد مادوف، واللي عمله ما كانش مجرد نصب، لا، ده كان إعادة تعريف لكلمة احتيال. مادوف كان عنده موهبة غريبة، إنه يخليك تصدقه حتى لو عقلك بيقولك في حاجة غلط. راجل داخل السوق من زمان، لبسه محترم، كلامه موزون، والكل شايفه الخبير اللي محدش يقدر يشك فيه. الناس كانت بتحلم إنها تستثمر عنده، كأنك بتدي فلوسك لواحد يملك آلة سحرية بتخلي أموالك تتضاعف من غير ما تحس. وده أول سلاح استخدمه، الثقة. لما الناس تشوف حد ناجح، لابس شيك، بيتكلم بثقة، وبيقدم أرقام ثابتة، بينسوا أهم قانون في الدنيا: مفيش ربح ثابت، مفيش مكسب مضمون، ما عدا عند الراجل ده. أو هكذا الناس صدقت. مادوف لعب لعبة بونزي بأكبر نسخة ممكن تتخيلها. من الآخر، الفلوس اللي بتدخل النهاردة بتدفع أرباح للناس اللي دخلوا قبل كده. مفيش استثمار حقيقي، مفيش شركات بتكسب، مفيش مشاريع، مفيش أسهم، مفيش أي نشاط اقتصادي فعلي. في مجرد دفتر مادوف بس اللي شايفه، ومحدش غيره عارف فيه إيه. الناس كانت مبسوطة، بتاخد أرباحها كل شهر وبتقول الله على الشطارة. وهو في الحقيقة كان بيدي كل واحد حقه من فلوس واحد تاني داخل جديد. عجلة ماشية، بس أول ما تقف هتعرف إن كل حاجة كانت مبنية على الهوا. ورغم إن النظام كله كان كدبة، إلا إن كل الناس كانت شايفة نتائج. المستثمر اللي ياخد أرباح بيجيب 3 صحابه، وصحابه يجيبوا 10، والرقم يكبر، والضحايا يزيدوا، والراجل اللي فوق قاعد ساكت مبتسم وبيزود الأرقام، وكله تمام. الناس اللي معاها ملايين دخلت، والناس البسيطة اللي معاها مدخرات عمرها دخلت، جمعيات دخلت، مؤسسات دخلت. كلهم كانوا فاكرين إنهم بيحطوا فلوسهم في أأمن استثمار في السوق. والناس كل ما تشوف العائد الثابت كل شهر تبتسم، وسقف توقعاتها يعلو. لكن محدش بيسأل السؤال الوحيد المهم: أنت بتستثمر في إيه بالظبط؟ 2008 كانت سنة النهاية. السوق وقع، العالم كله بدأ يسحب فلوسه من كل مكان. المستثمرين عند مادوف بدأوا يطلبوا ويسحبوا مبالغ ضخمة، والمفاجأة: مفيش فلوس أصلاً. كل اللي موجود هو دفتر أرقام ومكاتب شكلها محترم. أما الفلوس فهي خارج النظام أصلاً، راحت للناس اللي خدوا أرباح واتصرف منها وتحولت لممتلكات وضاعت. ومادوف كان واقف قدام موجة سحب مستحيل يواجهها، والستار وقع. اللعبة انتهت. الكذبة الأكبر في تاريخ المال اتكشفت. الصدمة مش بس في إن الراجل سرق 65 مليار دولار، الصدمة إن دي حصلت قدام عيون أكبر خبراء العالم. محدش شك، محدش قال استنى، في حاجة غلط. الكل سايب دماغه للثقة. ولما الحكومة دخلت وسألت وفتشت، لقوا الحقيقة المؤلمة: مفيش استثمار واحد، مفيش سنت واحد داخل من شغل حقيقي. كل اللي حصل لعبة تدوير فلوس ضخمة جدا، لحد ما الشبكة اتقطعت. مادوف اتقبض عليه، اتحاكم، اتسجن، مات في السجن. لكن الفلوس ما رجعتش. ناس فقدت كل حاجة. ناس اكتشفت إن معاشها اللي كانت معتمدة عليه اختفى. ناس باعت بيوتها. ناس دخلت في اكتئاب. بعضهم مات من الصدمة، وبعضهم لحد اللحظة دي مش قادر يصدق إن راجل واحد قدر يعمل كده. الدرس القاتل: أي حد يقولك عائد ثابت ومكسب مضمون ومن غير مخاطرة، اعرف فوراً إنك داخل فخ. الفلوس ما بتضعفش بالسحر. الاستثمار الحقيقي بيتعبك، بيخوفك، بيخليك تشك، وفي ساعات بيخسرك. لكن ما يخدعكش. اللي يخدعك هو الوعد اللي شكله حلو زيادة عن اللزوم. لو يوم تشوف حد يلمع لك مشروع ويديك رقم ثابت من غير لا شغل ولا مخاطرة، ما تجريش عليه، اجري منه. اللي حصل في قصة مادوف مش غلطة تاريخية، ده درس عالمي.
درس بيقولك إن الطمع أعمى، وإن الثقة العمياء ممكن تاخدك لنهاية مؤلمة. ودرس بيقولك قبل ما تفكر تربح، اسأل نفسك: أنا فاهم أنا بحط فلوسي فين؟ ولو مش فاهم، يبقى هتدفع التمن، مش يمكن النهاردة، لكن بكرة. الفلوس اللي بتيجي بسهولة بتطير أسرع، والفلوس اللي تيجي من شغل حقيقي تبقى. انتهت قصة أكبر نصاب، لكن الدرس لسه عايش. ولو الفيديو ده وصلك، خليه يبقى جرس إنذار. مش كل اللي بيضحك لك ناوي ينفعك، ومش كل الربح ربح.